لاحظ معايا كده السرعة لما كانت على 120 كيلو متر في الساعة الار بي ام كان على 3. طبعا المكيف متوصل على الموتور مش على الجير او الفتيس، وبناء عليه المكيف بيتعامل مع عدد لفات ملوش علاقة بالايه بالسرعة. علشان كده هنعمل التجربة بتاعتنا دايما والعربية متوقفة ولكن على ار بي ام 3 خلاص، وده بيحاكي تماما العربية وهي على سرعة 120 كيلو متر في الساعة. وطبعا عدد اللفات المرتفع هيدي صدمة للكمبروسور ساعة التشغيل. طيب هنبتدي دلوقتي مع العربيه النيسان. هتلاقي طبعا مع كل لقط الكمبرسور هتلاقي فيه تحميل مباشر على عدد اللفات، هتلاقي عدد اللفات بتنخفض زي ما انت شايف كده وصوت الموتور نفسه بيتغير. طبعا انا هنا دايس سنه بسيطه خالص عشان العربيه تهيج ويبان تاثير الكمبرسور، لكن طبعا لما بتبقى ماشي على الطريق ما بيبانش التاثير ده بشكل قوي، بيبقى طبعا اقل لان انت بتبقى محمل رجلك مظبوط ودايس دوسه اقوى من كده، والموتور بيبقى مستعد كمان ان هو شايل حمل العربيه معاه. فعلى السرعات العاليه ما بتحسش خالص بتاثير الكمبرسور، لكن على السرعات البطيئه احيانا بتحس بالفصله بتاعته. على العكس طبعا من العربيه اللانوس اللي هتلاقي ان الار بي ام كان على 3 وبعد كده هينزل ل 2 ونص وهيثبت على كده، مش هيبقى فيه فصل ولا تشغيل اطلاقا، هيبقى الموضوع ثابت ومستمر نظرا لان الكمبرسور من اول ما بتشغله بيفضل شغال لحد انت ما توصل بالسلامه وتفصله بعد كده. طيب زي ما بيقولوا كده تو ميك ا لونج ستوري شورت، خلينا نجيب بقى من ايه خلاصه الموضوع ونقصر كده في الكلام ونشرحه ببساطه شديده. العربيات اللي فيها الكمبرسور بيفصل ويشتغل زي اغلب العربيات الحديثه وزي المثال اللي معانا دوت في العربيه النيسان، العربيات دي مش لازم تقف علشان تشغل الكمبرسور. ليه؟ لان انت حتى لو وقفت علشان تشغله بامان وطلعت على سرعه 120 كيلو متر في الساعه، خلال ثواني بيفصل هو تاني ويفضل يشتغل يفصل ويشتغل، لان انت مالكش تحكم فيه اصلا، وطبيعته هو في فكره الفصل والتشغيل. ده مش بيفصل ويشتغل بس علشان دي طبيعه عمله، لا ده لو انت احتجت دعم زياده او جبت دواسه البنزين للاخر هو بيفصل، لو العربيه سخنت هو بيفصل. فانت مالكش تحكم فيه، الكنترول هو اللي بيتحكم فيه. وبناء عليه في العربيات دي ما تتعبش نفسك من الاخر كده، وابتدي على طول شغله على سرعه 120 130 زي ما يكون. بالنسبه بقى للجميله اللانوس واغلب العربيات القديمه اللي الكمبروسور فيها بيفضل شغال من اول ما العربيه بتتحرك لحد ما بتقف ما بيفصلش اطلاقا، في العربيه دي انا دايما بفضل ان انت فعلا تشغل التكييف على لو ار بي ام، او ان انت تكون متوقف او على عدد لفات قليله للمحرك. ليه؟ لان زي ما قلت الكمبروسور ده ما بيفصلش، فبالتالي فكره ان انت تشغله او تديله صدمه على سرعه عاليه بشكل مفاجئ فعلا ممكن ياثر عليه بالسلب على المدى الطويل. فزي ما قلت لك رغم ان الشركات ما بترشحش الكلام ده، ومفيش شركه بتقول لك اقف وشغله على ار بي ام منخفض، ولا بتقول لك اي حاجه من دي، بتقول لك شغله في اي وقت وفي اي مكان، ما عندهاش فكره. لكن احنا بنحاول نحافظ على الحاجه، فبما ان مش من طبيعه الكمبروسور انه يفضل يفصل ويشتغل فحاول تشغله على لو ار بي ام. طيب لو انا سايق عربيه زي اللانوس وعلى سرعه 120 كيلو متر في الساعه، هل لازم اقف عشان اعمل كده؟ لا اطلاقا. انت ببساطه تقدر تمور العربيه على طريق ان انت تدوس دبرياج، اول ما هتدوس دبرياج الار بي ام هينزل على 1، ابتدي ان انت تشغل الكمبروسور، بعد كده شيل رجلك من على الدبرياج وكمل مشوارك عادي، لكن مش لازم تقف، لان زي ما قلت لك ان الكمبروسور بيتعامل مع ار بي ام او عدد لفات محرك ملوش علاقه بالسرعه اللي انت ماشي عليها. طيب مين فيهم تبريده افضل ومين بيعيش افضل؟ والله الموضوع مش مطلق، يعني احيانا العربيات القديمه اللي الكمبروسور فيها شغال باستمرار بيكون تبريدها افضل، لكن ده مش في العربيات الياباني على الاقل. يعني العربيات الياباني الكمبروسور فيها بيفصل ويشتغل ولكن تبريدها ممتاز، فانت ما بتحسش بالمشكله دي. لكن عموما الكمبروسور اللي بيفصل ويشتغل بيعيش اطول لانه بيسمح له انه يرتاح، وكذلك حتى المراوح. فلو بصيت على اللانوس هتلاقي المراوح شغاله باستمرار، فالمراوح طبعا ده ما بيكونش افضل حاجه لا ليها ولا الكمبروسور، لان هي ما بتريحش اطلاقا. لكن لو بصيت على العربيه النيسان هي فعلا شغاله على مروحه واحده، لكن المروحه الواحده دي بترتاح كل شويه، تفصل وتشتغل وبترتاح، فده بيريح الدينامو، بيريح منظومه التكييف، بيريح المراوح، بيريح الكمبروسور، كل شيء في العربيه بيرتاح بشكل كويس جدا، فده بيسمح له انه يعيش فتره اطول. وده فعلا اللي بيحصل في العربيات الحديثه خصوصا الياباني منها، بتعيش التكييف على 10 و12 سنه بدون تقريبا مشاكل اطلاقا لو انت بتستخدمه بشكل صح. زي ما قلت ان الشركات المصنعه للسيارات ما بتتكلمش اطلاقا عن فكره ان انت تشغل التكييف امتى وازاي، انت شغله في اي وقت وفي اي مكان زي ما قلنا. لكن انا شايف ان ده مش صح قوي خصوصا بالنسبه للعربيات القديمه، لان اغلب الشركات المصنعه العربيات بتبقى طبعا في دول يعني غنيه شويه وكده، فبتعتمد على العربيه تشتغلها 3 4 سنين وهتترمي في الزباله. ما يعرفش ان احنا عندنا العربيه في مصر اللي بتدخل الخدمه او في اغلب الدول العربيه ما بتخرجش منها العمر كله، هو اتكتب عليها الشقه عبوديه للابد. فبتلاقي عربيات موديل سبعينات وثمانينات شغاله لحد النهارده وبتتباع باسعار غاليه كمان بالمناسبه. فبالتالي احنا بنحافظ على الحاجه لان الحاجه عندنا اسعارها غاليه. انا مش هستخدم العربيه 4 5 سنين وهرميها، لا العربيه 2013 و2010 و2005 و2006 ليها سعر وما زالت شغاله، فاحنا بنحافظ على الحاجه. فحته ان الشركات بتوصي باي حاجه، الشركات ما بتوصيش باي شيء. بتقول لك شغل التكييف على اي سرعه، بطل العربيه والتكييف شغال عادي، سيب التكييف شغال ودور العربيه. انا سبت التكييف شغال بالليل وجيت الصبح
دور العربيه عادي وزرار المكيف ايه شغال. كل ده مش هيشكل اي فرق، كل ده مش هيعمل اي مشكله لكمبرسور العربيه لا على المدى القريب ولا البعيد، طبقا لتوصيات من الشركات. ولكن انا اغلب ظني زي ما قلت لك، المكيف اللي هو في طريقه الفصل والتشغيل باستمرار ده تشغله على اي سرعه مفيش مشكله، لان دي طبيعه عمله اصلا. فحتى لو انت حاولت ان انت تحافظ عليه، هو اصلا مش هيحافظ على نفسه، هو مصر يدخل نفسه في مشكله. طبعا مش مشكله، انا بهرج يعني، لكن هو اصلا بيفصل ويشتغل باستمرار، فمفيش داعي انك تعمل كده. طب العربيات القديمه، لا انا ارشح نظرا لان هي اصبحت قديمه والكمبروسر فعلا مش متعود انه يفصل ويشتغل، فلا اقف او ابتدي دوس دبرياج ومور زي ما علمتك في البدايه، وشغل التكييف على لو ار بي ام او على عدد لفات منخفض. بعد كده اتحرك بالعربيه. من المشاكل كمان اللي بتخليني افضل ان انت فعلا تشغل المكيف على لو ار بي ام، ان الكمبروسر بيتضاف له زيت مع الفريون عشان ما يبقاش تشغيل جاف. اغلب الناس دي للاسف وورش الصيانه ما بتضيفش زيت اصلا، بيحط فريون ويقول لك العربيه تشتغل معايا اسبوع يغور في داهيه، بيقولوا كده فعلا، ومش هيفرق معايا هو يعمل ايه بعد كده، فما بيضيفوش زيت والناس ما تعرفش المعلومه دي. فشويه تشغيل مع قله الزيت بيبقى شويه تشغيل جاف، فده بيعمل مشكله. فاحرص دايما مع اضافه الفريون ان يضم اضافه ايه، يضم اضافه زيت وده خصوصا لو حصل تسريب في الدوره ولقيت زيت الفريون اتسرب، فلازم تضيف زيت والا الكمبروسر ايه، الكمبروسر هيبوظ. فاتمنى من الله ان ربنا يكون وفقني وان انا اكون قلت كل حاجه. اكيد في حاجات نسيتها، اكيد في حاجات ما خدتش بالي منها، لان انا بني ادم في النهايه والانسان خطاء يعني. فاتمنى من الله ان انا اكون عملت حاجه تفيدكم، واتمنى اكون قدرت اوضح الموضوع بشكل واضح وسهل وبسيط. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. ما ننساش ندعي لاخواتنا، ما ننساش نستمر في المقاطعه في الحاجات اللي نقدر عليها. في حاجات انا مش معترض ان احنا يعني بيبقى صعب شويه، لكن على الاقل كل اللي في ايدك ما تتاخرش عنه وما تتنازلش عنه، لان ده الحاجه الوحيده المتاح في ايدك دلوقتي. وعشان حتى لما ربنا يسالك يبقى انت ايوه يا رب انا عملت 1 2 3. مهما كانت الحاجه دي بسيطه ما تتنازلش عنها، استمر فيها، ما تقولش ملهاش تاثير، لا ليها تاثير وتاثيرها هيبان، وليها ولا ملهاش ما تشغلش بالك انت، بس علشان لما ربنا يسالك تلاقي حاجه ترد بيها عن نفسك.